دار الأوبرا الخديوية، ونكمل الحكاية وهنقولها تاني من البداية. 1869، مع احتفالات قناة السويس الحي الأزبكية، شاف طفرة حضارية، نهضة، وثبة تاريخية. سواء بقى حديقة الأزبكية، المعمار في المنطقة، دار الأوبرا، الجمال التاريخي اللي ساب بصمة. آه، الأصول إنها كانت تبقى على مر العصور، بس للأسف الشديد آه، يد الإهمال أو يد الجهل أو يد التدمير، مش لغاية دلوقتي منعرفش السبب اللي خلى القطع التاريخية النادرة دي تتحرق في 71. ده المنظر الخارجي للمنطقة، سواء في النشأة أو حتى النهاية، 1971، والجراج اللي اتعمل مكانه. بعد كده في 88 اتعملت دار أوبرا جديدة بالنظام الياباني على في الزمالك. بس انت لو ركبت وقلت له دار الأوبرا أكيد هيوديك جراج الأوبرا اللي في الأزبكية. شوفوا الجمال والروعة والتنسيق وهي الدمار اللي تلمس كل شيء، تحوله إلى قبح وإسحاق. التاريخ سحق لا يبقى منه غير صور وكلمات في صفحات التاريخ. دي كده يبقى احنا خلصنا الأوبرا من جوه ومن بره، أو يخلص الكلام.